ومرحبا بيكم يا شباب في حلقة جديدة من تحديات أكل الديابة. الحلقة المرة اللي فاتت كانت من فين؟ والله يا محمد مش فاكر، بس أنا بيتهيألي من المعزة الحمراء. أيوة الريد جود. كانت شوية حبشكنات وكان المطعم يعني وسط، مش اوفر ريتد ومش داون ريتد، ما كانش جامد آخر حاجة. التحدي بقى معانا المرة دي من فين؟ أكيد هيبقى من كانساس يا برنس. منزلين شوية حاجات جديدة وقلنا لازم نجربها، ومش أي حاجات جديدة، دي اختراعات، افتكاسات. وزي ما احنا معودينكم في اكل الديابه، الافتكاسات والاختراعات الجديده بنجربها اول باول كده يا معلم. تعالى بقى نشوف ايه الافتكاسات. يلا بينا. معانا الافتكاسات الجديده هتبقى عباره عن ايه؟ تعالى نهوبا نطلع اول حاجه من الحاجات اللي معانا. واول اختراع معانا هو الماي كاب. والماي كاب ده في منه انواع كتيره، في الماسترد وفي الرانش زي ما انتم شايفين، ده اول صنف هنجربه، وفي التشيز، وفي ايه تاني؟ والتشيلي. وكله يا معلم ثمنه 50 جنيه. وزي ما انتم شايفين ده البوب كورن بالرانش، باين الرانش غرقان اهو والفراخ جوه. يلا بينا بقى ندوق الكومبو ده على بعضيه ونشوف ايه الكلام، ونشوف ده عباره عن ايه. مفروض باين ان هي تقريبا ستريبتيز ومحطوطه في الرانش. طعم الفراخ بتاعتهم جامده، ده غير بصراحه ان صوص الرانش لذيذ يعني. غرقانه بصراحه. ممكن يكون السعر 50 جنيه كتير شويه على الكميه، خصوصا ان هي عباره عن كوبايه. تحطوها طبق صغير، طيب اي حاجه. بس هي فكره جديده، الطعم بتاعها حلو، وبصراحه غرقانه يا معلم رانش من جوه. انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ان انا بقعد اصطاد. ده جزء من الاكسبيرينس. احنا طبعا زي ما قلنا لكم في 4 اصناف، احنا اخترنا اكتر صنفين ممكن يبقى طعمهم جامد. اول صنف هو الرانش، والصنف الثاني جسوا بقى يا معلم، هتشوفوا معانا كمان شويه. انت يا محمد من وجهه نظرك تدي الكب ده تقييمه كام من 10؟ بصراحه جوده الفراخ حلوه، طعم الرانش جامد جدا. الرانش بصراحه يستاهل لوحده 10 من 10، بس يمكن هو السعر زياده، فحلو جدا عليه 9 من 10. وتاني بقى نوع ايه؟ تاني ايتم معانا تقريبا والله اعلم ان ده حاجه بالجبنه، ده اللي تشيز. تعالى بقى نشوف هل الرانش ولا الجبنه اللي هتفوز. ماشي، اديني بقى شوكتي لو سمحت، برضه حطه في المنتصف. وهوبا ايه، غطسني غطوسه. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده. نفس الكلام، بس القطع مع الجبنه بايظه خالص. طعم الجبنه شغال، برضه الفراخ بتاعتهم بصراحه تحفه، ونفس السعر. كل الكبس اللي موجوده، كل الفليفرز اللي احنا قلنا لكم عليها كلها ثمنها 50 جنيه. انا عن نفسي الرانش ولو في بالباربيكيو يبقى تحفه، ضرب نار وش. طعم الجبنه مش قد كده بصراحه. طعم الرانش كان اعلى بكتير، في فرق جامد، بس بصراحه شغال. والاكل بتاعهم بيجي سخن وجامد. الجبنه بصراحه محتاجه حد يستوعبها يا جماعه. هو بصراحه الكاب ده الجبنه مع الكورن اللي هم حاطينه يستاهل 7 من 10. طعم الجبنه اقل من الرانش. الرانش كان تحفه، والرانش هو اللي يكسب معانا المره دي. طعم الجبنه شغال يعني، ايه، هو مش وحش، بس الرانش كان في حته تانية خالص. تاني اختراع من الاختراعات نوت بيتزا. ونوت بيتزا موجوده عندهم بصنفين، في الستاندرد اللي هو البيبروني، وفي السبايسي. تحب تبتدي باهني؟ اي حاجه مش فارقه، بس ممكن نديها للبروني الاول. هنبتدي على طول بالبيبروني. في سايد البطاطس شكلها شغال، محطوط عليها بهارات، والبطاطس بالذات بتبقى اجمد لما بيكون عليها بهارات، بتدي لها نكهه وطعم مختلف. الاوردر جه كان سخن وتمام في ميعاده، بس المشكله الوحيده ان ما جاش مع الاوردر اي دبات، ما جاش اي توميه، اي صوص، اي حاجه، باربيكيو صوص، اي حاجه. شكله كده يا معلم كله بالاوردر، ما عادش ايه زي زمان. المطاعم بقت قيحه شويه. دي النوت بيتزا اللي هي مش بيتزا، اللي بدلوا فيها العجينه بفراخ عليها شويه بيبروني وشويه موتزاريلا وصايه بطاطس. تعال بقى ندوق ونشوف ايه الكلام. تعال بقى نشوف يا معلم البيتزا دي. طبعا هي مش بيتزا، هم مبدلين العجينه. قطعه فراخ احنا هنقسمها نصين، شكلها كده ايوه هتبقى بالمنظر ده. لازم انت يعني ايه تلغوص. عباره عن زي ما انتم شايفين صدر فراخ ومحطوط عليها طماطم. تعالى بقى ناخد البيبروني الحلوه، عليها بيبروني. تعالى ناخد القطه المتينه ونشوف ايه الكلام. انا طبعا عجباني قوي الصوص اللي حاطينه تحت صوص طماطم، تحفه تحفه تحفه. مع ده لو اتحط على بيتزا يبقى جبار. هو عشان كده بيقولوا عليها بيتزا. حاطين الكوب بيتزا اللي مش بيتزا، يعني اللي بيتحط على وش البيتزا بالظبط. صوص الطماطم مع حبه طماطم مع حته بيبروني، بس بدل العجينه تخيل ان مكانها شريحه فراخ.
على فكره الفراخ بتاعتهم حلوه جدا، انا بصراحه بديها تقييم جامد جدا كفرخه مش كبيتزا. الاختراع جامد، ولو انت ما جربتوش لازم تجربه، وثمنه 60 جنيه. ده كان اللي هو العادي مش السبايسي، وبرده السبايسي نفس السعر. فجوده الفراخ جامده جدا، والسايد اللي موجود معاه البطاطس طعمه لذيذ، اختراع يستاهل ان انت تجربه. اتكيفت وانا باكله. انا اتكيفت على الاخر. نديه يا معلم 9 من 10. ونشوف بقى السبايسي، نفتح كده ونشوف الفرق. وزي ما انتم شايفين يا اعصاب الديب، الفرق ما بين البيبروني اللي هي نوت بيتزا والسبايسي، الفرق ان عليها هالبينو حار، وهو تقريبا نفس الخلطه اللي بتتحط حبه جبنه وحبه طماطم. يلا بينا بقى ندوق ونشوف اهني طعمها هيبقى اجمد. يعني يا معلم حظنا المره دي في البيبروني ان حجم تقريبا التشيكن كان اكبر، بس خد بالك شكلها ايه، مشطشطه وموحوحه على الاخر. اوبا. وناخد القطه المتينه، تعمل هالبينو الحار باين فيها، يعني يمكن مش مشطشط قوي، والفرق مش كتير، جبنه موحوح على الاخر بصراحه. يعني للناس اللي بتحب السبايسي بس مش سبايسي يعورك، ده سبايسي بين البنين. بس انا حاسس ان طعم الفراخ العاديه مع البيبروني مع صوص الطماطم كان احلى. يمكن هو هنا مزود شويه الجبنه عن اي حاجه تاني. ده غير كمان ان الفراخ نفسها تحس ان هي سبايسي، فالفراخ سبايسي ومحطوط عليها كمان الهالبينو الحار، فسبايسي على الاخر. السبايسي بيغطي على طعم الفراخ، بس بالنسبه لك هيبقى جامد لو انت بتحب الحاجات الموحوحه. انت كده جربت العادي وجربت السبايسي. لا العادي احلى بكتير من السبايسي بصراحه. احنا ادينا العادي 9، هندي ده بقى كام؟ ده نديله مثلا 6، عشان انا بصراحه الحاجات المشطشطه ما بحبهاش. هو مشطشط على الاخر، او انت بتحب الحاجه مشطشطه زياده عن اللزوم هيبقى ظابط معاك، لكن مبوظ طعم الفراخ ان انت بتجرب افتكاسه جديده مغطي على طعم الفراخ، ففير قوي عليها 6. الصنف ده يكسب فيه العادي. واجدد سندوتشات كنسس هو الاختراع الثالث معانا النهارده في الحلقه، هو الدبل هيل فاير. زي ما انت شايف حجم السندوتش شكله كبير، وده ثمنه 115 جنيه. يلا بينا بقى نفتح السندوتش ونشوف شكله عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين شكل السندوتش كبير، فيه قطع فراخ جامده وكبيره، عليها شويه خس وحبه بصل، وشكلها غرقانه شطه. يلا بينا بقى ندوق ونشوف ايه الكلام. طبعا السندوتش ده برضو مشطشط على الاخر، ده مشطشط جدا. ناخد بقى الايه القطه المتينه ونشوف ايه الفرق في الطعم. السندوتش فيه شريحتين فراخ كبار جامدين، يعني بص مليان معلم فراخ. حجم السندوتش بصراحه كبير للناس اللي بتحب فراخ في فراخ، بس الفرق انه عليه حبه سبايسي موحوح. انا شايف كمان ان هو حاطين على سويت شيلي، عايزين ندوق بقى السويت شيلي ده كمان عامل ازاي معاه. تحفه السويت شيلي مع السندوتش تحفه. ده غير ان في كمان تقريبا بصل محروق، صح؟ حاسه في طعم السندوتش بصل متكرمل، مدي برضو السندوتش طعم. السندوتش حجمه كبير 115، ممكن يكون على السندوتش زياده شويه، بس بصراحه السندوتش مليان فراخ من جوه، يعني تحس ان فعلا محطوط فيه 2 سلايسز تشيكن، يعني ايه كبار. جوده السندوتش جامده، طعم العيش بتاعهم عليه سمسم، مدي برضو السندوتش نكهه مختلفه. العيش طازه، والاكل اللي جوه سواء كان خس او بصل او اي فليفرز محطوطه جوه، تحس برضو ان هي طازه. السندوتش جامد جدا. انا بصراحه عن نفسي كيلو من 10 9.5. شايف ان ده تقريبا اعلى ايتم جربناه لحد دلوقتي من الحاجات الجديده بتاعه كنسس دي يا شباب. كانت كل الحاجات اللي من مطعم كنسس الجديده معظمها كان فوق ال9، ويمكن اول فليفر كان اجمد حاجه الرانش، تاني حاجه النوت بيتزا، كانت الطعم العادي الستاندرد هو اجمد حاجه، والساندوتش بتاعهم اجدد حاجه الدبل هيل فاير، تحفه موحوح جامد، ويمكن ده اعلى ايتم كان معانا في الحلقه دي. وبكده يا شباب دي كانت الافتكاسات الجديده من مطعم كنسس للفرايد تشيكن. حاجات كانت جامده للاخر ومعظمها كان عالي، وفي حاجات كسبت معانا. يا رب يكون التحدي ده عجبكم، ولو انت جديد معانا اول مره تتفرج وعجبك الكلام ده وبتحب الاكل وبتحب الاختراعات، احنا اكل الديابه، فعل زر الجرس، وكمان ممكن تتفاعل معانا على صفحاتنا على السوشيال ميديا. عندنا صفحه على الفيسبوك اللينك بتاعها اهو، وعندنا صفحه كمان على الانستجرام اللينك بتاعها اهو. مستنيين دعمكم يا شباب، اكتبوا لنا في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجايه، سواء كان تحديات او جيمز بنلعبها واحنا بنوريكم الريفيوهات. نشوفكم في حلقه جديده من تحديات اكل الديابه. بيس.